السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة. قناة مطبخ إسراء هاشم. يا مساء الجمال والدلع، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم عليكم وعلينا بإذن الله. طبعا رمضان بيحب اللمة والعزومات، عشان كده النهاردة هنعمل كبسة باللحمة. الكبسة من الأكلات الحلوة جدا وسهلة ومش بتحتاج مواعين كتير ولا مجهود كبير، وفي نفس الوقت هتشرفنا في العزومات. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة بتاعتنا. أول حاجة هنبدأ بالخضار. جبت بصلاية كبيرة قطعتها مكعبات صغيرة وطماطماية كبيرة أو 2 صغيرين برضو هنقطعهم مكعبات. هنيجي بقى للتوابل بتاعتنا. عندي ورق لورا وحبهان والليمون المجفف، وعندي معلقة صغيرة من القرفة والكزبرة والفلفل الأسود وبهارات الكبسة ورشة قرنفل بسيطة ومعلقة كبيرة من الكاري ومعلقة كبيرة من الكركم. ممكن نستخدم القرفة الأعواد، بس أنا بحب القرفة المطحونة، بحس إن طعمها بيكون أقوى في الكبسة. بعد كده هنجيب حلة على النار وهننزل بمعلقة سمنة كبيرة وشوية زيت، وبعد كده هننزل باللحمة. وطبعا هنكون مقطعين اللحمة مكعبات صغيرة عشان تبقى مستوية معانا كويس. هدي اللحمة صدمة وهسيبها لحد ما تتشوح، وأول ما تاخد لون هبدأ أقلبها على الناحية التانية. الخطوة دي هتخلي اللحمة تستوي معانا وتبقى دايبة في وسط الكبسة. بعد كده هنبدأ ننزل بقى بالخضار. هننزل بالبصل الأول وهنديله تشويحة مع اللحمة لحد ما البصل يبدأ يدبل. هبدأ أنزل بفصين من التوم. طبعا التوم بتاعي كان كبير فاستخدمت فصين، لو التوم بتاعك صغير هتستخدمي من 3 ل4 حسب حجم التوم. هديله تشويحة بسيطة، مش عايزاه يتحرق عشان ما يمررش معايا الكبسة. اول ما اشم ريحته كده هنزل بالطماطم، هديهم تشويحة مع بعض، وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من معجون الطماطم، وبرضو هشوحهم مع بعض عشان اللحمة تشرب من طعم الخضار اللي انا نزلته. بعد كده هبدأ بقى انزل بالتوابل اللي قلنا عليها وهديهم كلهم تشويحة مع بعض. طبعا مش قادرة اقولكوا على الريحة، بجد ريحة التوابل مع اللحمة والخضار اللي احنا حطيناهم جميلة جدا وتفتح النفس. بعد بقى ما شوحت اللحمة كويس وسبتها كده يعني تاخد من طعم كل الحاجات اللي انا حطيتها، هبدأ بقى انزل بالمية. نزلت بمية مغلية يا دوبك غطيت اللحمة. طبعا لازم المية تكون مغلية عشان اللحمة تستوي كويس، وكمان مش عايزة اكتر مية لان المية دي اللي هنزل فيها الرز بعد ما اللحمة تستوي، فعشان ما يكونش الرز ده عايم جوه المية ويعجن مننا، فهنحط يعني مية بس هنغطي اللحمة، ولو حسينا ان اللحمة محتاجة مية هنبقى نزود شوية بشوية. اول ما اللحمة بتاعتي دخلت في السوى نزلت بمعلقة كبيرة من الملح، واول ما اللحمة خلاص اختبرتها بالشوكة واتأكدت ان هي استوت نزلت بكوبايتين من الرز. وطبعا مقادير البهارات والحاجات اللي احنا حاطينها على قد كوبايتين رز، لو حضرتك حابة تزودي الرز يبقى هتزودي المقادير. بعد ما الرز استوى وشرب ميته واتأكدت ان هو تمام استوى، غرفت بقى الكبسة بتاعتي وحطيت اللحمة على الوش. عايزة بقى اوريكم اللحمة ازاي مستوية ودايبة، بجد حاجة تفتح النفس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير.
كان معاكم إسراء. سلام.